حكاية قديس وشهيد النهاردة عندنا سفر جميل جدا وهو سفر الرؤيا اللي كتبه القديس ماري يوحنا الحبيب أو القديس يوحنا اللاهوتي. القديس يوحنا كتب السفر ده كان سنة 95 ميلادي، وكان القديس في الوقت ده سنه 85 سنة، وهو كان آخر تلميذ من تلاميذ رب المجد يسوع المسيح، لأن باقي التلاميذ كلهم كانوا استشهدوا. كان بيبشر بنشاط جامد جدا، وكانت خدمته مليانة من الروح القدس ومحبوب جدا مع ناس كتير، لكن برضو كانوا الرومان بيتضايقوا منه، فلما كانوا بيتضايقوا منه كانوا بياخدوه بيعذبوه كل فترة وبيحبسوه وبيرجع يخرج تاني. لكن في الوقت ده ما عرفوش يعملوا معاه ايه، راحوا نفوه الى جزيرة اسمها جزيرة بطمس، وهو هناك في الجزيرة مفيش حد بيعيش هناك بسبب انه المية مالحة هناك. سمع صوت جميل بيقول له انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. فبص القديس يوحنا ورئي السيد المسيح رب المجد بكل مجده وبنوره العظيم، نور اللي مضيء مثل الشمس، وكمان شعره كان ابيض جميل جدا دليل على حكمته، وعينيه كانت مطلعه لهيب من النار، ورجليه كانت عباره عن نحاس جامد جدا وماسك فيها النار لكن ما بتتأذيش. وشاف ان السيد المسيح هو من منطق صدره. استغرب القديس بس شاف نور عظيم وبهجه جميله جدا، وهنا كانت اشاره الى التجسد لان اللاهوت اتحد بناسوته. وهنا بيقول ان الجسد كان جسد بشري. وشاف القديس يوحنا حوالين رب المجد 7 شموع، وهنا كل شمعة بتدل على كنيسة من الكنائس اللي كانت موجودة في تركيا، اللي هما 7 كنائس المذكورين في سفر الرؤيا. وهنا كانت كل كنيسة ليها عصر من العصور، فهنا كل كنيسة بترمز لعصر ايه. وطلب الله من يوحنا ان هو يكتب نصيحة لكل كنيسة من الكنائس دي. وبعد ما شاف يوحنا الله جالس على العرش الجميل، شاف حواليه 4 حيوانات غير متجانسة، وشاف برضو 24 قسيس، وكل قسيس فيهم ليه تاج فوق راسه، وقلعوا التيجان وبطوا وقعدوا يسجدوا لرب المجد، وهنا بيرمزوا للعهد القديم والعهد الجديد. وبعدين شاف عن يمين رب المجد في سفر موجود، والسفر مختوم ب7 أختام، وهنا كل ختم منهم بيقول ايه. لما اتفتح الختم موجود عليه ومكتوب على السفر من جميع النواحي، مفيش ولا جزء فاضي خالص من السفر. وسمع صوت ملاك بينادي في الوقت ده وبيقول طب مين هيقدر يفتح السفر ده ولا في السماء ولا في الارض ولا تحت الارض حد هيقدر يفتح السفر ده. فالقديس يوحنا قعد يعيط عياط شديد جدا، وجاله قسيس من الاسس وقال له ما تخافش، فيه اللي هيقدر يفتح الختم. وهنا كان يقصد رب المجد يسوع المسيح لما قال عليه الاسد اللي جاي من سبط يهوذا، فكان هنا يقصد ربنا يسوع المسيح. وبعد كده فرح القديس يوحنا، لكن شاف برضو حاجة غريبة جدا. شاف السيد المسيح وهو عبارة عن خروف مسبوح وليه 7 أعين، والسبعة هنا بترمز لرقم 7 في الكمان. واتفتح الختم الأول، وواحد من الحيوانات الغير متجانسة راح نده بصوت عظيم وقال بص وراه. فلما بص وراه لقى حصان أبيض عظيم وعليه واحد فارس، وماسك الفارس في إيده قوس، وكأن معاه كده إيه سلطان الغلبة. وبعديها اتفتح الختم التاني، وبرضه طلع حيوان وقال له طب بص وراه. فبص وراه فلقي طالع حصان احمر، والحصان هنا كان دليل على السلطان، وجاي الحصان ده علشان ينزع السلام من على الارض كلها، وبكده وفي ايده سيف عظيم جدا. ففي الوقت ده اتفتح الختم التالت، ولما اتفتح الختم التالت برضه في حيوان نادى وقال بص وراك. فلما بص وراه لقى حصان لونه اسود ومعاه فارس عظيم، والفارس كان في ايده ميزان. وسمع صوت من الحيوان بيقول تمن القمح بدينار، والتلات أتمان شعير بدينار، والزيت والخمر ملكش دعوة بيهم وسيبهم ما تجيش جنبهم. وبعد كده لأنه اتفتح الختم الرابع، وبرضه لأنه في حيوان من الحيوانات قال له بص وراك. فلما بص وراه لقى حصان لونه أخضر ومكتوب عليه اسم الموت، وهنا كان السلطان إنه هيموت ربع الناس اللي موجودة على الأرض وعلى الهاوية كلها. وبعديها اتفتح الختم الخامس، وشاف القديس يوحنا في
الوقت ده الشهداء كلهم وهم واقفين ولابسين لبس احمر ونازلين يكلموا رب المجد يسوع ويقولوا له لامتى هتسيب الناس اللي على الارض كده تأذي فينا؟ فراح رد عليهم يسوع وقال لهم خدوا البسوا اللبس الابيض ده. وبعدين قال لهم لسه عددكم ما اكتملش، لان هنا كان يقصد ان لسه هتستشهد ناس تاني. وبعديها اتفتح الختم السادس وشاف ايه بقى؟ شاف زلزال عظيم جدا، والشمس اسودت قوي، والقمر بقى لونه احمر، وكمان النجوم بتقع، والرؤساء في الوقت ده خافت وهربت وراحت عند الجبل وقالت للجبل اقع علينا لان خلاص ساعة الدينونة جت، احنا مش هنقدر نستحمل. وبعد كده شاف القديس يوحنا الحبيب الاربع ملايكة ماسكين الزوايا بتاعت الارض كلها، وهنا كأنهم بيقولوا اتجاه ناحية الشمال واليمين والشرق والغرب، كأنهم هنا بيعملوا الاتجاهات الاربعة. وبعديها شاف القديس يوحنا شاف حاجة غريبة جدا، شاف ختم وبيختموا على الناس. بعد كده سمع ملاك ماسك الختم، والملاك بيقول ايه؟ استنوا، لان في الارض لسه لغاية دلوقتي في عبيد للرب لسه ما اتختموش. وكان بيختم 1444، وهو هنا دليل على ال 12 في 12 في 1000، والعدد هنا بيشير للعهد القديم والعهد الجديد. وبعد كده اتفتح الختم السابع وشاف القديس يوحنا 7 ملايكة كل واحد فيهم ماسك بوق وبينظر إلى الحاجة اللي هتحصل. ولما بوق الملاك الأول بالبوق خرج نار جامدة جدا، والنار مسكت في الأشجار، وكمان مع النار بقي دم، وده على إن هيكون في مجاعة. وبعد كده بوق البوك الثاني اللي هو الملاك يعني تلت البحار بقي لونها دم، وكمان هنا بيقول ان هتموت كل الكائنات الحية الموجودة على الارض. وبعد كده بوق البوك الثالث، وهنا وقع كوكب عظيم جدا، والكوكب ده جه في المية، وبقت المية كلها طعمها كأن طعم خل، والناس مش قادرة تشرب منها، وبقت كده معناها ان هتموت ناس كتيرة بسبب ان في واحد من رؤساء الكنيسة هيسيب رب المجد يسوع المسيح ويتركه ويبعد ويروح لطريق الشيطان. وهنا بوق البوق الرابع، ولما بوق البوق الرابع اتضربت تلت الشمس والقمر والكواكب، وهنا معناها ان هيبقى في اضطهادات كتير على ناس كتير من اولاده، وده بيقول ان زمن هيبقى زمن اضطهادات شديدة جدا. وبعد كده بوق البوق الخامس ووقع كوكب عظيم بين السماء وهو الشيطان، وعمل حفرة كبيرة جدا، والحفرة دي طلع منها جراد، وكان طول الجرادة الواحدة كأن طول إنسان. الجراد ده كأن كان داخل حرب وبيحارب وبينتصر في الحرب، وهنا بيقول إنه هيكون في سلطان على أولاد العالم. وبعديها بوق الملاك بالبوق السادس، وكان في 4 ملايكة مربوطين ناحية الفرات، وهتموت في ناس كتيرة جدا، وفي ناس تاني مش هتتأثر ولا هيحصل لها أي حاجة خالص، وبعد كده هيرجعوا تاني لله. وبعد كده شاف ملاك عظيم جدا، الملاك طوله من الأرض للسماء، وحاطط رجل جوه البحر ورجله التانية بره على الشاطئ، وراسه واصلة للسماء، وفوق راسه في عليه قوس قزح، وبرضه ماسك في ايده سفر، والسفر صغير جدا، واداه للقديس يوحنا، وهنا معناه ان هو هيخلص عدد قليل جدا من الناس. وفجأة ادى السفر للقديس يوحنا وقال له ادخله. فالقديس يوحنا هو وبياكله كان طعمه جميل جدا، بيقول احلى من طعم العسل، لكن بعد ما اكلته وبعدها بقي طعمه مرار جدا. وهنا رب المجد هينزل ايليا ونخنوخ تاني للارض، اللي هم ما ماتوش قبل كده وصعدوا حيين، هينزلهم للارض وهيعيشوا في الارض، بس هو ومنزلهم اداهم قوة عظيمة جدا انه ينتصروا على اي حد. ولما نزلوا في الوقت ده وعاشوا 1260 يوم على الارض، يعني معدل 4 سنين، وكانوا اقوياء جدا. وفجأة جه ابليس وحاربهم وغلبهم وانتصر عليهم، ومات ايليا ونخنوخ وهم مرميين على الارض. كانت الناس بتعدي وبتشوفهم، لكن ما بتعمل لهمش اي حاجة ولا بيفكروا ان هم حتى يكفنوهم. وكانت هنا الغريبة ان كمان الناس كانت بتقدم هدايا لبعضها ان هم فرحانين ان ايليا ونخنوخ مات، لكن بعد كده ربنا اداهم ان هم يقوموا بعد 3 ايام ونص، يعني 3 ايام وفي اليوم الرابع قاموا فيه وخدوا سحابة وطلعوا للسماء مرة تاني. وهنا بوق
وبوق الملاك البوق السابع. فشاف القديس يوحنا واحدة حامل مستنيرة بالشمس وطالع عليها تنين عظيم جدا، والست بتتوجع من كتر انه هي هتولد، وكمان التنين اللي طالع عليها عنده 7 رؤوس وعنده 10 قرون وشكله مرعب جدا وليه ديل، والديل ماسكة فيه ملايكة السماء. وهنا كان بيتكلم على ان الست هنا او المرأة هنا فهي الكنيسة، واللي جوه بطنها هو رب المجد يسوع المسيح. وهنا بيقول لنا ان انا هنتصر على الشيطان. وبعدها حصل حرب عظيم في السماء، وبعديها شاف 4 شياطين، والشياطين جايين عبارة عن تنين وكأنهم بيحاربوا الملاك ميخائيل، لكن الملاك ميخائيل انتصر عليهم وهزمهم. وهنا المعنى ان الكنيسة تفضل طول وقتها منتصرة. وبعديها خرجت وحوش، والوحش الاول كان في البحر وشكله شكل نمر وجسمه جسم دب وليه رصان كتير جدا، وده معناه ان هو المسيح الجدال. وبرضه خرج تنين، والتنين كان عظيم قوي وكان جبار جدا، وهنا هو جه علشان يعمل معجزات كتيرة جدا، وهو اللي هيفصل الأمم. وبعديها شاف وحش تاني، والوحش التاني خارج من الأرض ومعاه ختم هيختم كل عبيد الشيطان برقم 666، 3 ستات يعني 666. وهنا ده هو النبي الكذاب اللي جاي علشان يساعد المسيح الجدال، وان هو يكون الدرع اليمين للشيطان، وهو كده جاي علشان يساعد الشيطان. وهنا سمع القديس يوحنا صوت وهو بيقول توبوا قبل الدينونة، واللي هيسجدوا للوحوش الأولى صورتهم هتكون عليها غضب ربنا. وبعديها شاف القديس يوحنا 7 ملايكة، واحد من ال4 حقير متجانسة. وبعديها شاف جماد، والجماد بيسكب الأول سكب المرض على الأرض كلها، وتاني كان البحر، والبحر بقي كله دم، والتالت كان النهر، والنهر بقي برضو كله دم. وده معناه ان هيكون في حرب وهتبقى في خسارة كبيرة. وبرضو الرابع حصل على الشمس والحرارة، والخامس اتسكبت الملائكة على العرش الوحوش وبقت المملكة كلها ظلمة. لكن السادس حصل حرب عظيمة على الأرض وماتت ناس كتير، وكل مرة ناس كانت بتجدف على ربنا أكتر وأكتر. وبعد كده السابع حصل زلزال مرعب جدا، وسمع صوت بيقول ليوحنا قد أكمل. وسمع القديس يوحنا سقطت بابل العظيمة، وبعدها الملائكة اتجسدت وشاف يسوع هو وعلى حصانه، ووراه ملائكة كتير جدا جايين كأنهم على السحاب على الحصان وجايين بهاجمين. وانتصر بعد كده على النبي الكذاب، وبقت فيه بحيرة نار وكبريت، وبدأت الدينونة البشرية، وبقت الناس واقفة قدام رب المجد علشان يحاسبهم وهو قاعد على عرش النعمة. وبكده خلصت الخليقة وجه المجيء الثاني. وبعدها شاف القديس يوحنا السماء والأرض اتجددت من الأول تاني، لأن السماء والأرض الأولين زالوا خالص ورجعت سماء وأرض جديدة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.